هل هو سر ان كلنا بنحب ديدبول؟ لا، الكتاب كانوا عارفين ده كويس لما قرروا يعملوا شخصية جوينبول. اسمها وشكلها واسلوبها بيوحي ان شخصيتها مرتبطة بشكل كبير بشخصية ديدبول. السؤال هنا ايه اللي بيربطها بيه؟ الاجابة هي ولا حاجة وكل حاجة. فخلينا نشوف مع بعض قصة جوينبول واللي ممكن البعض يوصفها بانها النسخة النسائية من ديدبول. علشان نفهم علاقة جوينبول بديدبول لازم نعرف الفكرة بتاعتها جت ازاي اصلا. وبرضه عايز اوضح ان جوينبول ملهاش اي علاقة بليدي ديدبول واللي تبقى نسخة ديدبول من كون تاني صادف انها ست مش راجل. جوينبول هي شخصية تانية خالص، فكرتها جت بالشكل ده في كون من اكوان مارفل اسمه ايرث 65، وده يبقى كون اخر من اكوان مارفل المتعددة ظهرت فيه شخصية اسمها سبايدر جوين، ودي ببساطة عبارة عن شخصية جوين ستيسي لكن هي اللي عضها العنكبوت المشع مش بيتر باركر، وبكده بقى عندها قدرات العنكبوت وبقت بطلة خارقة اسمها سبايدر وومن. الشخصية قابلت ردود افعال ايجابية جدا لحد ما اتعمل لها سلسلتها الخاصة بعنوان سبايدر جوين وبقى هو ده لقبها. السلسلة نجحت وامتدت لأعداد كتيرة، علشان كده مارفل قررت سنة 2015 انها تحتفل بنجاح الشخصية دي، وده عن طريق انهم حطوا 20 رسمة على 20 عدد من سلاسل مختلفة صدروا في الوقت ده. الرسومات دي كانت عبارة عن دمج بين شخصية جوين ستيسي وايا كان مين بطل العدد ده، زي مثلا وولفرين ودكتور سترينج وكابتن امريكا. واحد من ضمن الشخصيات دول كان ديدبول، والرسمه كانت دمج بين شكله وشكل جوين ستيسي، واسم الرسمه كان جوين بول، يعني دمج بين اسمهم هما الاتنين. الكلام ده كان على العدد الثاني من ديدبول سيكريت وورز، والناس اتهبلوا لما شافوا الرسمه دي. وخد عندك بقى كوسبلايز وفان فيكشن وليله سودا. جوردن وايت واحد من الاديتورز في مارفل لما شاف المنظر ده راح للكاتب كريستوفر هيستينجز وقال له احنا محتاجين نعمل قصة حوالين الشخصية دي. هيستينجز راح شوية ورجع له بالأفكار التالية: جوين بول هتبقى مدركة بالجدار الرابع وبتكسره. المحرر قال له شيء منطقي انها تكون بتكسر الجدار الرابع بما انها مستوحاة من ديدبول. راح قال له لا مش كده بس، جوين بول مدركة بوجود الجدار الرابع لانها اصلا من العالم الحقيقي ودخلت جوه الكوميكس. المحرر قال له اوبا. هيستينجز قال له خد دي بقى عندك، الشخصية هتكون ما عندهاش اي اهتمام او احترام لارواح الناس او ممتلكاتهم لانها مدركة ان كل ده مش حقيقي ومفيش عواقب لافعالها، وبالتالي ده هيقدمها كانتي هيرو زي ديدبول. طبعا المحرر قال له بس سي نو مور، وقرروا انهم يقدموا اول قصه لجوين بول خلال 3 اعداد من سلسله هاورد ذا دوك ويشوفوا رد فعل الناس. وبعد ما القراء استقبلوا الشخصيه بشكل كويس اتعمل لها سلسله كامله خاصه اسمها The Unbelievable جوين بول. قصه الشخصيه بتبدا كالاتي: في عالم اخر شبه عالمنا احنا ما فيهوش اي حاجه خارقه عن الطبيعه، الابطال الخارقين كانوا مجرد قصص في الكوميكس. وجويندولين بول كانت بنت بتحب الكوميكس جدا وبتقراها بشغف، وكانت عارفه معلومات كتير عن شخصيات مارفل، لكن في بعض الشخصيات ما تعرفش عنهم حاجه علشان ما كانتش بتحب الكوميكس بتاعتهم زي ديدبول. والله I cannot make this shit up، جوين كانت شايفه ان كوميكس ديدبول مبتذله وما كانتش بتقراها خالص. المهم في يوم من الايام بطريقه ما مش معروفه جوين دخلت جوه العالم بتاع كوميكس مارفل، بالاخص كون ايرث 616. بعد ما دخلت قدرت تلاحظ ده بسرعه لما بدات تشوف الكلام بتاعها جوه صناديق ملونه زي في الكوميكس، ولما ادركت انها دلوقتي جوه كوميكس بقى عندها القدره انها تلمس اطراف الصفحات وتتفاعل مع السبيتش بابلز اللي فيها الكلام، بل وبتقدر انها تتنقل بين البانلز اللي جوه الصفحه، وده بيمكنها من انها تسافر عبر الزمان والمكان عن طريق انها تتنقل للصفحات اللي قدام او لورا او تطلع بره الكوميكس خالص لمكان اسمه الجاتر سبيس او المكان الفاضي الابيض في صفحات الكتب. طبعا كل ده جوه عالم مارفل يصنف كقدرات خارقه، علشان كده جوين قررت انها لازم تبقى بطله خارقه علشان ما كانتش عايزه تبقى مجرد شخصيه في الخلفيه. طبعا اول حاجه فكرت فيها هي انها تدور على زي، علشان كده راحت لخياطه وطلبت منها تصمم لها زي وادت لها استماره عليها اسمها وهو جوين بول. جوين اختصارا لجويندولين، وبول ده اصلا اسم العيله. الخياطه افتكرت ان ده اصلا اللقب بتاعها، يعني لقب جوين بول من حيث القصه هو مجرد غلطه وملوش اي علاقه بديدبول. المهم الخياطه بالفعل صممت لها زي شبه زي ديدبول شويه، وجوين بول بدات مغامراتها وسط قصص مارفل. اول مغامره على الاطلاق حصلت لما قررت انها تهاجم بلاك كات اثناء ما كانت بتعمل صفقه اجراميه وسرقت الحاجه اللي بلاك كات كانت بتشتريها. بلاك كات ساعتها راحت لمكتب هاورد ذا دوك اللي كان سرق بيتها في قصه سابقه، وهددته انها تسلم للبوليس فيديو ليه وهو بيسرق بيتها لو ما نفذ لهاش مهمه. طبعا بنكتشف ان المهمه دي
دي هي انه يلاقي البنت الغريبة اللي سرقت الحاجة ويسترد الحاجة دي. وبعد ما بلاك كات مشيت بنكتشف ان طول الوقت ده جوين بول كانت مستخبية تحت المكتب. هاورد اتخض وقال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ جوين بول قالت له انها مستخبية من بلاك كات، وهاورد قال لها يعني من ضمن مليون مكتب مش لاقية غير المكتب بتاعي تيجي تستخبي تحتيه. هنا كشفت له انها في الحقيقة جات علشان تقتله لانها خمنت ان بلاك كات هتطلب مساعدته في القبض عليها. طبعا هاورد طلع يجري وفضل يترجاها انها ما تقتلوش، لكن هي قالت له تعالى بس فيها ايه يعني لو مت؟ ما انت اختفيت لمدة اعداد كتير، ولو مت الكتاب هيرجعوك تاني زي ما بيرجعوا كل الشخصيات. هاورد بيبقى مش فاهم اي حاجة من اللي هي بتقوله ده، اعداد ايه وكتاب ايه؟ لكن جوين بول قالت له اقف بقى بطل تجري خليني اعرف انشن عليك، وهو قال لها انا مستغرب ان تنشينك وحش كده مع انه واضح انك خطيرة، وهي قالت له معلش بقى انا بطلة خارقة جديدة. هاورد بعدين بيسألها انت سرقتي ايه اصلا من بلاك كات؟ جوين قالت له ولا حاجة، بس دي كانت اخر عينة من فيروس خطير جدا قادر على تدمير البشرية باكملها، فانا سرقته وبعته لهايدرا. هاورد بيقول لها ازاي ممكن تبيعي فيروس بالخطورة دي لأسوأ منظمة إجرامية في العالم؟ وهي قالت له عادي كنت محتاجة فلوس. هاورد قال لها انت ازاي مقتنعة انك بطلة؟ وهي قالت له كده كده كل اللي حوالينا ده مش حقيقي فعادي مش مشكلة، وحتى لو حصل مشاكل الافنجرز هيبقوا يحلوها. هاورد بيقول لها ان حتى لو الافنجرز احيانا بينقذونا من مصايب ده ما يهونش من الخسائر في الارواح اللي بتحصل اثناء الكوارث دي، وحتى لو انت شايفة ان العالم ده خيالي لازم تفهمي انه حقيقي لينا احنا وهي دي حياتنا الوحيدة. جوين بول وقفت وقعدت تفكر في كلامه، وبعد كده قالت له خلاص انا هساعدك نسترد الفيروس من هايدرا وننقذ العالم. وبالفعل بنشوفهم هما الاتنين بيخترقوا مبنى الهايدرا خلال مشاهد اكشن شقية جدا، بس الفيروس بيتدمر وما بيعرفوش يستردوه، لكنهم سرقوا ملايين الدولارات من هايدرا وادوها لبلاك كات بدل الفيروس ده. هاورد ذا دوك كان فخور جدا بجوين بول لانها ضحت بالفلوس دي كلها علشان تنقذه من بلاك كات، وقال لها انت بدأتي بالفعل تبقي بطلة. جوين قالت له الصراحة انا لسه زعلانة على الفلوس، بس هو قال لها ان بالرغم من انها من عالم تاني الا انها تحس ان العالم ده هو وطنها، لان هو نفسه كان من عالم تاني لكنه تأقلم هنا. جوين بول ليها العديد من المغامرات التانية اللي حاربت فيها شخصيات كتير وتحالفت مع شخصيات تانية، وفي قصة من القصص بتطلب مساعدة دكتور سترينج في انه يقطع اي حاجة بتربطها بعالمها الاصلي علشان تفضل موجودة في كون مارفل. قصص جوين بول ممتعة جدا وانصحكم تقروها، لكن في قصة معينة لازم احكيها لانها غيرت بشكل كبير من الشخصية، وهي قصة جوين بول سترايكس باك، واللي امتدت على مدار 5 اعداد، اخر عدد منهم صدر السنة دي. في القصة دي جوين بول بقت قلقانة ان في يوم من الايام الكتاب يكنسلوا القصص بتاعتها وشخصيتها تختفي للابد، علشان كده قررت انها تعمل حاجة مؤثرة جدا على عالم مارفل مما يخليها شخصية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها. وعلى مدار السلسلة بنشوف محاولاتها الفاشلة في انها تعمل حاجة مؤثرة، زي لما حاولت تشيل قناع سبايدر مان قدام الناس علشان تكشف عن هويته، او لما حاولت تغري ريد ريتشاردز عشان تبوظ علاقته مع مراته. عموما في النهاية بعد قصص كتير مؤذية زي دي، صديقة جوين بول المقربة واللي تبقى كمالا خان الملقبة بميس مارفل أدركت ايه اللي مخوف جوين بول. ميس مارفل قالت لها انت فاكرة نفسك ما عندكيش قدرات مهمة، لكن في الحقيقة انت بتقدري تتنقلي آنيا وبتطلعي حاجات من الهوا وتعرفي معلومات محدش يعرفها غيرك. وبعدين بتسألها انت جبتي القدرات دي كلها منين؟ جوين قالت لها ما انا قلتلك اني من كون تاني انتوا فيه عبارة عن شخصيات كوميكس، لكن ميس مارفل قالت لها انا مش شخصية كوميكس يا جوين، انا شخص حقيقي. يمكن التفسير ورا قدراتك هو ان انت ميوتنت او متحولة وعندك قدرات التلاعب بالواقع، ولما اتصدمتي بقدراتك دي عملتي لنفسك الماضي المزيف ده كله. جوين كانت مصدومة وهي بتسمع الكلام ده وقالت لها انت عندك حق، انا اللي الفت القصه دي كلها وانا في الحقيقه من العالم ده زيكم. ميس مارفل كانت مبسوطه ان جوين اخيرا اعترفت، وهنا جوين سابتها واتنقلت للجاتر سبيس اللي بين الصفحات، وبعدين فضلت تقول لنا انها مش ميوتنت ولا حاجه، هي بس كانت بتاخد ميس مارفل على قد عقلها، بس هي تعبت من كتر المحاوله وخلاص قررت تستسلم وما تقاومش موتها الحتمي لما الكتاب يمسحوها. لكن في اللحظه دي في بوابه اتفتحت لجزيره كراكوا واللي تبقى موطن للميوتنت، وهناك لقيت ميوتنتس كتير بيرحبوا بيها، يعني جوين بول لسه عندها فرصة انها ما تتمسحش لو تم اعادة كتابتها كميوتنت. جوين تقبلت انها تعيش في عالم مارفل كميوتنت، ولما راحت للجاتر سبيس لقيت ان بقى ليها قصص كتير هتتكتب في المستقبل وانها مش هتتكنسل ولا حاجة. لو متلخبطين خليني اديكوا تلخيص هيفهمكوا كل حاجة. جوين بول هي بنت من عالم بره الكوميكس دخلت جوه الكوميكس، وقدراتها الخارقة كانت نتيجة انها مدركة انها جوه كوميكس، لكن
لكن بعد كده الكتاب عملوا ريتكون وغيروا قصتها واصلها وخلوها انها ميوتنت عندها القدرة على التلاعب بالواقع، ولما اتصدمت بقدراتها الجديدة صنعت لنفسها الماضي ده واقنعت نفسها انها من عالم تاني. جوينبول كانت رافضة قصة الميوتنت دي، لكن لما لقت انها تسمح لها انها تفضل موجودة في عالم مارفل تقبلتها. بالتالي جوينبول هي مش ميوتنت بس غيرت نفسها لميوتنت، لكن لما غيرت نفسها لميوتنت ده خلاها كان طول عمرها ميوتنت، وبالتالي هي ما غيرتش نفسها لميوتنت. اوكي هسحب كلامي، التلخيص ده مش هيفهمكم اي حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحه الفيسبوك، وبرضه لو حابين تدعموا القناه تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشه وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.